لا يوفق لكثرة العبادة في زمان الهرج إلا من اصطفاه الله واجتباه. فتجد العبد الصالح كثير تلاوة للقرآن، كثير الاستغفار، كثير التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير، فهذا يدل على محبة الله للعبد، لأن الله أعطى الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، وأما الدين وذكره سبحانه ما أعطاه إلا لأحبابه. وبين الله في كتابه أن هذه العطية أكبر من كل شيء، فقال ولذكر الله أكبر. فالعبادة والإقبال على الله والإنابة إلى الله في زمان الفتن شأنها عظيم، لأن الإنسان لا يقبل على ربه وينيب إليه إلا بخوف ورجاء. إذا استحكم الخوف من الله وكثر ذكر الآخرة والطمع في رحمة الله من قلب الإنسان، هان عليه جميع ما في هذه الدنيا من الفتن وتوجه إلى الله بالصدق. فإذا لا يتوجه كأنه بعبادته بتوفيق الله له بالعبادة اصطفي واجتبي، ولا يمكن أن يصطفى ويجتبى إلا بأمرين، وهما الخوف والرجاء. وإذا خاف من ربه صدق الخوف ورجى الله صدق الرجاء سلم قلبه من الفتن. ولذلك الفتن ما تقع إلا بالطمع في هذه الدنيا وفتنها وشهواتها، فتعمى البصيرة والعياذ بالله. إذا أراد الله أن يصطفي عبده اصطفاه لهذا الخير العظيم. كأنه بهذه الحال حينما يكون في خضم فتن الناس وهرجهم ومرجهم وهو مقبل على الله قد هاجر إلى الله عز وجل، فشبهه بالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. هذا معنى ظاهر ومعنى لطيف أيضا، أن الإنسان يعيش بين الناس ولا يؤذى بفتنهم، وهذا هو شأن المتمسك بدين الله المعتصم بحبل الله، أنه لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والعبد الصادق مع الله الذي حفظ لله قلبه وسمعه وبصره وحفظ لسانه وحفظ جوارحه من حدود الله ومحارم الله لا تعميه الفتن ولا تزلزل، وبصيرة نافذة. قل إني على بينة من ربي. فالعبادة لا تعطى إلا لمن اصطفى الله عز وجل واجتباه. ولذلك تجد الناس على مراتب وأحوال إذا نزلت بهم الفتن، فأكملهم حالا من لهج لسانه بذكر الله. تجده إذا أمسى وأصبح لا يفكر إلا في الله، يعلم أنه مخلوق لعبادة الله.